بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الجزء الثاني من التسجيل الصوتي لنظم الأخضر في الفقه المالكي. يقول شروط الصلاة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: شروطها طهارة حدث، والبدن الثوب المكان من خبث، وستر عورته ثم استقبال، وترك قول وكثير الأفعال، وعورة من رجل وأمة ما بين سرتهما والركبة، وحرة عورة إلا الوجه والكف فانجحها لذاك نجها. وفي السراويل الصلاة تكره إلا لثوب فوقه فيمده، ومن تنجس ثوبه وعجز عن غيره أو خاف وقتا اجتزى. ولم يجز تأخيرها لعدم طهارة وهو به ذو مأثم. وصل عريانا إذا لم تلف ساتر عورة بغير خلف. ومخطئ القبلة في الوقت أعاد، ومستحب كل ما فيه يعاد. ما يعاد الفرض منه فيه لا تعيد به الفائت والتنفل. فرائض الصلاة وسننها: فرائض الصلاة قصدها مع تكبيرة الإحرام والحمد معا، ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منهما يعود، والاعتدال والطمأنينة ثم سلامه مع جلوسه وضم ترتيبه بين الفرائض وسن إقامة والسورة التي تعن في الأوليين وقيامها وسر، والجهر فيما سر فيه وجهر. وكل تكبيرة إلا ما ابتدي، وكل تسميعة أو تشهد جلوسه تقديمه للوافية، تسليمة ثالثة وثانية. لمقتد جهر بتسليم وجب صلاتنا على الرسول المنتخب. في آخر التشهد الثاني السجود بالأنف والكف وركبة تعود، وطرف الرجلين سترة سوى مأموم أدناها ذراع قد ثوى، إلى رمح طاهر لا يشغل، وهاتك الحرمة سوف يسأل. فضائل الصلاة: هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين، وقول مأموم وفذ ربنا مع ولك الحمد، وأن يؤمن من بعد فاتحته غير الإمام في الجهر، والتسبيح في الركوع سام، دعاء ساجد، وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا، تقصيرها بمغرب وعصر، توسط العشاء دون عذر، وكون سورتك الأولى أطولا، وقبلك التشهد الذي كملا، وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود. وندب القنوت سرا قبل ركوع صبح بعده أحل أخفض، والدعاء مع تشهد ثاني تيامن سلام المبتدئ، تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفي. مكروهات الصلاة: كره الالتفات تغميض البصر، بسملة تعوذا في الفرض ضر، كذا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة، إقرار رجليه وحمل فمه مشوشا في جيبه أو كمه، وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كفكر في الدنا ممنوع. الخشوع في الصلاة: فصل: وللطهارة نور عظم، فصل: وللصلاة نور عظم، فصل: وللصلاة نور عظم، به ينير كل قلب أسلم، وإنما يناله من خشع، فإن أتيت للصلاة فاخضع، وفرغ القلب من الدنا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل، ذاك الذي لوجهه تصلي، واعتقد أنها له تذلي، بفعلها معظما مجلا، بقولها وحاذر أن تخلا، بنقص أو وسوسة ما كان أعظمها، لا تترك الشيطان، والعب بقلبك إلى أن يظلم قلبا، ولذة الصلاة تحرم،
فداوم الخشوع فيها تخشى لنهيها عن منكر وفحشا ولتستعن في ذاك بالرحمن فالمستعان خير مستعان. الحالات الواجبة والمستحبة في الصلاة: للفرض 7 على الترتيب، 4 منها على الوجوب: أن يستقل قائما ثم استند، أو استقل جالسا ثم اعتمد، وبطلت بكل حالة كسب ما فوقها، ثم 3 تستحب: بجنبه الأيمن ثم الأيسر فظهره، وبطلت إن يقدر، وبسقوط ما عليه يستند، يسقط إلا كره أن يعتمد، وبسقوط ما عليه يستند، يسقط إلا كره أن يعتمد. والمتنفل له أن يجلس، والنصف من أجل القيام نقص، وجالسا يدخلها وقام، والعكس إن لم يلتزم قياما. قضاء الفوائد: واجب قضاء ما في الذمة وحرم التفريط فيه الأمة. من قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط، بنحو ما تفوت كانت في حضر أو سفر وقت الأداء المعتبر. ورتب الحاضرتين من وعى، وبين 4 فوائت معا، حاضرة وإن تفت بالذكر فرضا، وفي 4 أعلى النزر، فقبل حاضرته تصلى، ثم القضاء في كل وقت حل. لا يتنفل من عليه قضاء فريضة. والنفل بالقضاء ما إن بيح، فلا ترويح ولا نفل ضحى. واستثنوا العيدين شفعا وترا، كسوفا استسقى وزادوا الفجر. وجمع من يقضون ظهرا مثلا بالاتحاد في الزمان فضلا. ومن نسي عددا صلى عدد، يزيل شكه إذا جاز الأمد. وهكذا ينتهي هذا الجزء الثاني من النظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.